ولا اسماعيل يا محروس والله ما في حاجه عندي يا عم يا عم يا عم صور يا عم صور هو يا عم هو يا عم هو على جنب لا لا يعني لازم عنك كل واحد يعرف واحد انا عايز لما اتصور تصويره عايز سنه ورايا طب اعمل ايه لا هي حلوه كده هي حلوه كده يا حاج انا واقف معاه من اول يوم تعالى والله لو عليك هنا يلا يا عم يلا يا عم خش يلا يا رجاله وانت اصلا عايز شغل لا مكانك والله كلمك كده يا حاج سلام يا حاج عندك حاجه لا يا عم احنا ما نخافش من حد هو بيقول لك في اتباع النهارده الساعه 10 بتاع الخبر جاي هيحضر واللي هيقول انا هصدقه هعمل هو كله لا عايز محل يعني يقدر يوزن المحل تبع العز عايزينه صوت عالي عايزينه احنا حاولنا مرتين وثلاثه واول يوم تعالى انت اخونا وانت حبيبنا ومفيش مشاكل بيننا لكن خلاص المكتوب دلوقتي تعدي القرار دلوقتي يا انت معانا يا معاه هتحدد قرار بان انت معانا اهلا وسهلا هتحدد قرار ان انت جوه اتفضل جوه عايزين تحديد قرار دلوقتي لا انا اسف انا عايز اسمع منه دلوقتي لا اسمع منه الاول وبعدين معانا ولا مش معانا لا انا اسف بصوا احنا كمجموعة عمال مفكو احنا قلبنا طيب وفي واحيانا الطيبة دي ما بتنفعش ممكن ربنا ما ينصرناش بذنب فرد مفيش مشكلة احنا اتكلمنا كتير واتكلمنا مرة واثنين وثلاثة الناس اللي ندت ميدان التحرير اكرر تاني في لجنة مسؤولة لجنة اعلامية هو لو عايز ينقل صوته ما هو قدامكم يقول اللي هو عايزه لكن في حاجة اسمها لجنة اعلامية مسؤولة مين اللي يتكلم في المايك ده ومين اللي ما يتكلمش هو موجود بينكم عايز يتكلم عايز يقول اي حاجة بعد اذنكم الموضوع ما يحتملش يبقى فيه 2 رئيسين البلد او المركب اللي برئيسين بتغرق كده ولا لا المركب اللي برئيسين بتغرق بعد اذنك يا شيخ كلكم على دماغي اسمع مني بيني وبينك كلكم على دماغي لكن الموقف ما يحتملش تفرق اكتر من كده الموقف ما يتحملش اكتر من كده مش مشكلة في الموت وعايز اتكلمكم يا استاذ احمد اللي داعي الكارت مكانه جوه بعدين سؤال تاني ونعمل سؤال تاني عشان نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هقول لك كمان
قادر يا المشكلة في حاجة هم بقى افراح البيراميدات والمستبيع هو افراح المستبيع مش فارقة معاه، لكن مش مستبيع وضع الناس معاه، لا مش مستبيع وضع الناس معاه. هو عارف ومتأكد ان هو لو انا حاسس شخصيا، لو انا حسيت شخصيا ان انا هكون المشكلة ان انتوا تاخدوا حقوقكم، اقول الناس كلها تاخد حقوقها وانا مش مشكلة لو انا حسيت بكده. لكن عايز اقول حاجة، انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه، بدليل ان في تجربة سابقة ونجحت ولا ما نجحتش، خدتوا حقكم ولا ما خدتوهوش، واحنا مستمرين في المرحلة بتاعتنا، المرحلة الثانية. احنا ابتدينا مرحلة اولى، المرحلة الثانية اللي احنا فيها واحتمال تبقى في مراحل ثانية كتير. طول ما احنا موجودين في الشركة الناس ليها حق كتير. مين اقدم واحد موجود هنا بينا في الشركة؟ كم سنة؟ 25 سنة؟ في اكتر من 25 سنة؟ 30 سنة. ده 30 سنة. كم سنة؟ 31 سنة. الراجل ده 31 سنة هو اللي يقول لكم تعالى بعد اذنك، هو اللي يقول لكم ايه اللي كان بيحصل في الشركة قبل يوم 2/5. طيب ماشي، طه هيكلمكم في حاجة وهو هيتكلم. انت ايه المطلوب مني دلوقتي عشان ما تضايقنيش بالكلام؟ طب خلاص انت مش كلمتني وانا كذبت الكلام، بعد اذنك بقى عشان انا ايه يعني، انا عايز ابقى فريش كده، عايز ابقى كويس عشان ابقى فاهم للمطالب بتاعتي. ماشي؟ لما جينا بنتكلم عن الايام اللي احنا هنقفها، فانا قلت له مفيش مشكلة، انا اعتبرها ايام عمل فعلية واخصمها من اللي فات، اللي كتير قوي واحنا بنقول لا ده احنا هناخد 5 سنين بس، اخصمها من اللي فات. طيب انا مش هخصمها من اللي فات خلاص وانا هاخد حقي كله، مفيش مشكلة يا جماعة. التفاوض ده طول ما انت بتتفاوض وانت في مركز قوة هتاخد اللي انت عايزه. سيبك بقى من واحد يشكك ويقول النهاردة غياب، بكرة عرضة، بعده اجازة مرضي، مفيش مشكلة. طب انا ممكن اعمل لكم كلكم دلوقتي اجازة مرضي لو انا عايز، لكن انا مش عايز ارجع للكلام ده. احنا بنقول احنا مضربين اضراب سلمي للمطالبة بحقوقنا. حقوقنا 1 2 3 4 لغاية 22. خلاص يا شباب، هكلمكم بعد كده الراجل اللي تعب في الشركة اللي بقى له 31 سنة هيكلمكم على الفرق بين منذ انشاء الشركة لغاية 2/5/2011، وبعد كده الفرق بين بعد 2/5/2011. وانا شايف استاذ عبد الرحيم، على فكرة استاذ عبد الرحيم ده بصوا ده المستشار القانوني للشركة. لو عايز تتفضل معانا يا استاذ عبد الرحيم تعالى، برحب بيك، بنرحب بيه سقفة كبيرة استاذ عبد الرحيم المستشار القانوني للنقابة، سقفة كبيرة. معانا طه بالنسبة للتبعين. اي حد عايز جواب عيادة يروح استقبال، الاستقبال هيدخلوه. اي حد عايز جواب عيادة يروح الاستقبال.
هندي الفرصه للاستاذ عبد الرحيم، لكن بس طه يتكلم والراجل ده عشان تعرف، عشان انت حضرتك نفسك تعرف، انت لسه جديد معانا وما تعرفش ايه اللي كان بيحصل في الشركه. فالراجل ده هيعرفك، اقدم واحد موجود بينا هيعرفك اللي كان بيحصل في الشركه، وهناخد رايك. بس الكلام ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش؟ يا جماعه بس احب اعرفكم اللي دار بيني في حاجه امبارح دارت بيني وبين المهندس مروان، وبرضه نسيت اقولها لكم. جه موضوع الاجازات باثر راجعي والارباح. بيقول لي الاجازات في الاتفاقيه، بيقول لي الاجازات باثر راجعي كانت في الاتفاقيه. قلت له لا يا باشمهندس، هي ولا الارباح، وخدنا الارباح. ولو تتذكر يا باشمهندس، لو تتذكر كويس، الطلبين دولت كانوا مؤجلين لبعد عمل النقابه، بعد تشكيل النقابه، وانت حضرتك وافقت على كده. قال لي لا انا ما وافقتش. قال لي ما وافقتش. قلت له حضرتك موقع على الكلام دوت، وقلت لنا يا احمد رضوان بعد اذنكم الورقه دي ما تظهرش لرئيس مجلس الاداره. وقلت له حاجه ثانيه يا باشمهندس، احنا الارباح خدناها وما كانتش في الاتفاقيه، والاجازات هناخدها لانه حق. صح يا استاذ مجدي؟ ما ردش عليا الاستاذ مجدي. هو ده الحق اللي بنتكلم عليه يا جماعه، هو ده الحق اللي بنتكلم عليه. ان اي حق للعامل، اي حق للعامل مش محتاج مجادله، مش محتاج ان انا اعرضه على الشؤون القانونيه، وبعد الشؤون القانونيه لسه هعرض على المستشارين، وبعد المستشارين لسه هشوف الميزانيه، ولسه هشوف الجدوله، ولسه هشوف رد الاداره الماليه، ولسه هنشوف وهنشوف وهنشوف. لكن جه في اليوم ال 18 لما يوم 18 السنه اللي فاتت ما شافش، جه مدى بسرعه وبيقول لي حصل ولا ما حصلش. قلت له شهاده حق، رئيس مجلس الاداره مضى، بس قالت له بعد اذنك يا استاذ نبيل في حاجات قانونيه ما ينفعش نتفق عليها انا وانت، ما ينفعش نتفق ان هي تقر، لان لا يجوز الاتفاق على تطبيق القانون. صح يا استاذ عبد الرحيم؟ اسالك سؤال بعد اذنك، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا استاذ عبد الرحيم؟ محمد تعالى يا عم محمد هنا. لا سيبك بس من عم محمد. لا معلش عشان لا تعالى انا بقول لك يا عم محمد. انا اللي بقول لك، انا بقول لك تعالى اتكلم تتكلم. انا عايزك تقول ما تخافش يا جدع. مين؟ ماشي سلم لي عليه. طب انا عايز اتكلم كلمه عشان انا عايز بس ماشي هتدخل ومفيش اي مشاكل. انا هسمعك اللي كان بيحصل في الشركه لغايه 2/5/2011 ولغايه دلوقتي. اتفضل. السلام عليكم يا جماعه. انا من سنه 82 معاكم هنا، يعني ربيت ناس كتير قوي هنا. انا اول ما اشتغلت هنا وجابني من شركه الاسمنت، جابني من شركه الاسمنت قال لي هديك اللي انت عايزه، لو عايز عقد مفتوح هكتب لك عقد مفتوح. لغايه وقتنا هذا من ساعه ما اشتغلت انا ولا شفت حقي. كان بيديني جديات في الهبل ب 400 جنيه، ب 600 جنيه، ب 500 جنيه. انا قعدت مسكت العنابر دي كوماندو قديم يعني كذا عنبر مسكته كوماندو، وفي الاخر ما خدتش حقي على جديات. كل ما الاقي تراب في الارض يقول لي ده يديني جزء للبيتين اداني عليهم نص حافز و150 جزء. دي حقيقه. يوم وربع كده كويس. ابراهيم سيد يجي يصدق على طول، اقول له يا ابراهيم انا ما عملتش حاجه، يقول لي لا. ابص الاقي طالع الشركه يروح مديني جزء، حته معجون صغيره يديني جزء. طب انا عملت ايه؟ اخر ما قعدت 24 سنه ماسك كوماندو للعنابر كلها، وفي الاخر ابص الاقي ما بيدينيش حق. رحت سايب العنابر وقفت على البنك، بقيت واقف زي الكلب في قلب البنك. لا يا عم ايه؟ ليه؟ كان ايام الفساد. لا ده انت ما قلتش حاجه زي كده يعني ما خدتش حقه. لا والله السلام عليكم يا جماعه. بصوا اقول لكم حاجه، مصر دايما فيها مشكله هي عامه، اللي فوق فوق واللي تحت تحت. انا هقول كلمتين والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ انا شغال مع الدكتور نبيل زهرات. يعني ايه زهرات؟ يعني زي مثلا اذا في قضيه هحضرها وبتاع، انما رزقي مش على رزق نبيل ولا غيره. ماشي؟ لان احنا كده يعني اللي جاب لي نبيل هيجيب لي غيره، هيجيب لي بعده، هيجيب لي الفضل لله. يعني مش انا يعني بصوا الدكتور نبيل اذا كان راجل جه واستعان بيا عن طريق واحد تاني
فده من عند ربنا، مش حد هو لا يعرفني ولا انا اعرفه. اللي جاتني استاذ تاني اللي قال لي ان انا يعني بعرف، بيقول ان انا بعرف في قانون العمل، لكن ده حاجه من عند ربنا. فالانسان لما يكون علاقته بربنا كويسه اولا هيفتح بينه وبين الناس وربنا هيفتح له ايه؟ باب العمل. طيب لما نيجي نتكلم، طب انا دلوقتي اقول لكم حاجه، انا ماليش دعوه بالدكتور نبيل، انا معاكم وهتكلم بصفاتكم، تقبلوا هذا الامر؟ ده قدام ربنا سبحانه